هادو واحد جوج ديال الصحاب كيقراو في البكالوريا، عندهم 18 سنه بجوجهم وساكنين في حومه وحده وكيقراو في نفس القسم. بيناتهم بزاف ديال العوامل مشتركه. عماد العائله ديالو كتكون من الاب خدام في البني وعنده خوه صغر منه، الوالده ديالو ربات بيت. اما خالد الاب ديالو سرباي في قهوه، عنده جوج ديال الخواتات كبارات مجوجات وعنده خوه واحد كبر منه، والام ديالو حتى هي ربات بيت. المهم بجوج بيهم كينتميو لعائله بسيطه، عائله مكافحه، بحال بزاف ديال الوالدين اللي الحلم ديالهم يربيو يعني ولادهم والعائله يعني تكافح وتضرب تماره ويزيدوا للقدام، وكيبغيو يشوفوا من طبيعه الحال ولادهم ناجحين. الاغلبيه او كل الوالدين عفوا كيبغيو يشوفوا ولادهم يكونوا ناجحين ويكونوا غاديين في واحد المسار اللي هو مزيان. كانوا باغينهم يشدوا الباك ديالهم ويمشيو للجامعه ويكملوا الحياه ديالهم، ولكن كيف ما كنقولوا بعض المرات تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. شنو هي القصه ديال هاد الشابين اللي مازال في مقتبل العمر؟ هادشي اللي غادي نعرفوه مع بعضنا في اطوار هاد القضيه اللي هي صراحه جد مؤثره. السن ديال المراهقه كما قلنا كتعتبر مرحله حاسمه. الانسان كتقدر تحدد الطريق ديالو فين غادي يمشي، واش غادي يقرا على راسو غادي يكون ناجح، ولا غادي يقدر يتبع التخربيق ديال الرفقه السيئه وديال البليه ومن بعد لالا ومالي وتقرقي بالسطاري وكيبقى عطيها يعني غير في الدوران من هنا لهنا. فالمراهقه كاين واحد الفئه ديال البنات وديال الدراري الله يهدي الجميع كيبقاو تابعين غير داكشي ديال المصاحبه وهذا عرف هذا وهذه عرفت هذه. ولهذا الموضوع ديالنا اليوم داير في هذا المزمار هذا اذا صح التعبير، كيبقاو تابعين شي حويجات خاويه حتى كيلقاو راسهم ضيعوا الحياه ديالهم على بكري. لهذا دائما كنوصيو الوالدين باش يكونوا قراب من الولاد ديالهم في هذه المرحله هذه بالضبط، يراقبوهم عن كذب. بالنسبه للعيالات مع يتصاحبوا مع بناتهم يكونوا يحسبوهم بحال الى صحاباتهم باش ما يخبيوش عليهم ويبقاو يلعبوا ورا ظهورهم حتى شي نهار كيتوقع شي واقعه اللي ماشي هو هذاك. وبالنسبه للاباء كذلك مره يهضروا مع اولادهم، يتقهواو معاهم، يكونوا مطلوقين معاهم شويه، يكونوا اوبن مايند بحال اللي كيقولوا، يعني ما تكونش متشدد وتخلي ولدك ما قادر يقول لك حتى شي حاجه وما قادر يهضر معاك في والو. علاش كنهضر هاد الهضره هادي؟ لان هاد الهضره هادي عندها علاقه بالقضيه ديالنا، وهذه غير مجرد نصيحه اخويه. اما كاين بعض الناس اللي كيقدروا يحاولوا يديروا اكثر من جهدهم ولكن كيكون مقدر حاجه اخرى، فما عليهم غير بالصبر، وكل واحد والظروف ديالو، كل واحد شنو مكتب عليه الله تعالى. الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. اذا كما قلت في البدايه عماد وخالد صحاب مقربين من بعضهم، جا معاهم الحومه والمدرسه وحتى الكره كيلعبوا مع بعضهم، كيمشيو يعني الفرقه ديال الحومه وكيلعبوا مع فراقي اخرين. المهم الدراري هذا هو النشاط ديالهم، الوقت كيدوزوه كامل مع بعض. واحد النهار عماد قال لخالد واش عرفتي ساره الى اخره؟ شكون ساره؟ الهضره ديال الدراري في المراهقه، واش البنت اللي كنتي كذا كتبغي تهضر معاها في الكوليج هكذا، شكون بنت سي احمد ولا عمي احمد؟ هي هذيك صافي صاحبي، راه هي هذيك من هنا. المهم الهضره دازت بحال هذا الشكل هذا. هو يقول ليه راه هضرت مع صاحبتها وسولتها عليها وقالت لي بالله انا كنعجبها، وقالت لي هضر معاها. كاين شي صحابات اللي هما يعني كيكونوا الفيعات، وقالت لي سير غير هضر معاها. ايوا قال لي سير اصاحبي سير هضر معاها، زعما زعم بحال زعما. المهم ما علينا، دارت لي في دماغه هاد القضيه ديال يمشي يهضر مع ساره. دازت الايام بالفعل قرب ليها، يعني عماد كنهضروا على عماد قرب من ساره، وتا هو يعني مع داك السن هذاك راه كتعجبيني وراه خصك تفهمني وانا راه في شي شكل والى اخره. بداو كيتلاقاو مع بعضهم ولاو كيمشيو في الطريق ديال الكوليج كيمشيو مع بعضهم. الوقت ديال عماد ولا كامل عامر
غير بسارة كيدوز معاها الوقت تليفونات، فولا يعني بحال الا اهمل العلاقه ديالو مع خالد. وقت ما كيعيط ليه خالد كيلقاه يعني كيبغي يمشي هو كيلعبوا الماتش بحال اللي كانوا، ولا يمشيو مع الدراري ولا شي حاجه من هذا القبيل، كيقول ليه راه انا راه خارج مع فلانه، راه لقيتيني دابا اسمح لي راه ما جاوبتكش حيت كنت كنهضر مع فلانه. خالد تقلق وطلع ليه الدم من هذه المعامله الجديده ديال عماد، وقرر باش يتعامل معاه حتى هو بنفس المعامله، عفوا يعني يتعامل معاه بالمثل، حتى هو ما يبقى يسول فيه ما يهضر معاه. العلاقه ديالهم ولات غاديه وكتنزل للمنحدر، يعني تكفسات وكل شيء. تما في الثانويه لاحظوا يعني اللي كيعرفوهم لاحظوا بلا راه ما بقاوش صحاب، ما كانوش عارفين بلا راه السبب هي البنت اللي سميتها ساره. واحد السبت مع الصباح خالد كان في الحومه واقف مع واحد الدري سميه ديالو نبيل، وبقاو كيهضروا على كيفاش تخلى عماد على الصديق ديالو اللي معاه من الصغر، بلا راه كيفاش على قبل البنت والى اخره. خالد ما بغاش يدخل في الموضوع مزيان. خالد شاف نبيل كي دخل معاه يعني فسميتو هو يخليه، قال لي بسلامه تهلا في راسك، وطلع لدارهم ريح واحد شويه. ومن بعد يعني باش كان عنده داير واحد الماتش غادي يلعبوه مع الدراري، وشويه من يرتاح صافي داكشي اللي كان هو ينزل باش يمشي مع المهم غادي سبونطاني باش غادي نمشيو لداك البلاصه زعما اللي غيلعبوا فيها. وبصدفه مع من غادي تلاقى مع واحد البنت. هنا دابا هاد البنت هادي من دابا غنقول لكم بنت شويطينه. كاين شي بنات وكاين شي دراري اللي كيموتوا على الشياطين. هاد البنت هادي الصديقه المقربه ديال ساره، عيطات عليه بسميتو. في الاول تجاهلها لان باينه بنت خفيفه وكتر من المقله، هو الدري زعما شويه معقول معروف عليه. وملي شافها لاصقه بغى يشوفها شنو بغات تقول ليه. مالك شنو بغيتي؟ قالت انا بغيت نهضر معاك فواحد الموضوع مهم بزاف. شنو هو هذا الموضوع؟ الموضوع قالتي بلي راه متعلق بساره وصاحبك عماد، مالهم بالسلامه. قالت لي واش عارف بلي راه ساره انت هو اللي كتعجبها، وراه هي تقربت من عماد غير باش تخليك انت تلاحظ بلي راه هي زعما بلي راه هي كاينه، وباش انت زعما تدور ليها في الدماغ. خالد تفاجأ من هاد الهضره، جاتو هضره خاويه. هاد الهضره هادي شنو التخربيق؟ عماد راه هو شحال هادي هو معاها وبيناتهم علاقه وكيبغيو بعضهم وما نعرف شنو. ف انتي قال ليها براسك راه انتي هي لا زعما رانا عارف انتي هي اللي شجعتيه باش يتقرب ليها، وقلتي ليه بلي راه هي هاد الهضره اللي قلتي لي انا هي اللي قلتي لي هو النهار الاول. قالتي وياه، ولكن هذا راه كانت غير خطه. دابا نتوما قال لي نتوما دابا بجوجكم باغيين تلعبوا علينا تخربيق ديال غير حيت عجبتيها عجباتك. قالت شوف لا راه ما ديرش في دماغك هاد الهضره، راه حنا بغينا فعلا باش نلقاو شي طريقه باش انت زعما تولي تهضر معاها، وشدينا مع صاحبك مع عماد غير هذاك الطريق زعما كان ساهل. شفت الشيطان وبنادم لاش عاطي الوقت للخوال الخاوي. ولكن حنا المهم عندنا في هذه الحلقه اشنو غيوقع بسبب هذا الخوال الخاوي. المهم قال لي سيري بعدي مني الله يخليك، وحاولي لا انت هي ولا صاحبتك، راه الدري صاحبي راه الله يعمرها دار، وانتوما يعني غتخربقوا لي الحياه ديالو هكا، وانا راه ما غنسمح لكمش كتبقاو تستغلوا بنادم بهذه الطريقه. المهم خالد مشى وخلاها موراه، يعني هذه الشويطينه الصاحبه ديال ساره بقات واقفه. غادي هو كيحاول يستوعب الهضره ديالها، وحس براسو بلا راه هو وصاحبو تفرقوا بسبب خطه ديال بنات في المراهقه 17 18 عام عندهم حتى هما. ودار في دماغه قرر باش غادي يعني من ورا الماتش يقول لصاحبو اشنو واقع، بس صاحبو يرد البال ما يبقاش غير غادي هكا كيضيع في الوقت ويضيع في القرايه. خالد لعب الماتش اللي كان حاضر فيه حتى عماد، وملي سالاو قرر باش يهضر معاه بصراحه ويقول ليه شنو كاين. فاذا به كيتفاجأ
بعماد جا قاصدو طالع عليه الدم، هو يدخل فيه بواحد البنيه مباشره للوجه، ضربه ديال بصح. مع كان الدراري يعني سبورتيف وصحاح شويه، نزل بدا كيضرب فيه، ما فهم والو. اسمعوني مزيان دابا الله يخليكم. عماد اشنو غيدير؟ دفع خالد للارض، دفعو بالجهد. للاسف الدفعه كانت قويه وراسو تضرب مع الارض، بدا كيترعد شويه، خرج ليه الدم من نيفو ومات وسط دهشه الجميع. عماد تصدم، هو كيشوف بلا راه قتل صاحبو لان باين صافي الروح خرجات، ولكن شنو هو السبب؟ هذا سؤال كيطرحوه الدراري اللي حاضرين. كما قلت ما فهموا والو. الدراري اللي كانوا حاضرين صوناو على البوليس، عيطوا ليهم. البوليس حضروا على وجه السرعه، لقاو عماد جالس مصدوم، اعتقلوه. صوناو على سيارة نقل الموتى باش تهز الجثة تديها لمستودع الأموات باش يقوموا بالتشريح. فيما عناصر الأمن بداو التحقيق الأولي وسولوا الدراري اللي حاضرين كيفاش وقع هاد الشي، شنو بالضبط يعني دار بيناتهم قبل ما توقع الواقعة. الدراري أكدوا للبوليس بلي راهم كاملين كانوا قاعدين كيلعبوا ملي سالاو عماد قصد خالد وضربوا، من بعد يعني وقع هادشي اللي وقع. العائلة ديال الضحية سمعوا الخبر جاو كيجريو للتيران، اما العائلة ديال عماد مشاو تبعوه للكوميسارية اللي كان فيهم ولدو، يعني ولدهم كيتحقق معاه من طرف البوليس. البوليس سولوه من طبيعة الحال أسئلة ضرورية وروتينية، علاش قتلتي صاحبك؟ انا راه ما قتلتوش الشاف، انا راه كنت باغي غير نضربو باش يبعد من سارة. شكون هي هاد سارة؟ البنت اللي انا في علاقة معاها. شوف عاود لينا شنو اللي وقع بالضبط، برد وتكلمه وعاود لينا. قال لهم ملي سالا الماتش اللي كنا لاعبين وصلني واحد الميساج من عند صاحبتها ديال سارة، كتقول فيها بلا راه خالد باغي سارة، باغي ياخدها ليا، باغي يدير معاها علاقة. ايوا كيفاش دابا على ود البوليس دابا كيقولوا هما اللي كيقولوا كيفاش دابا على ود هاد الميساج قتلتي صاحبك؟ انا كما قلت لكم الشاف راه بغيت غير ندفعو، ولكن هو طاح وهادشي هذا اللي وقع. انا بدي باقي ما مستوعبش شنو وقع، انا ما كنتش باغي نقتلو، هو راه صاحبي من الصغر. فين ساكنه هاد ساره وهاد صاحبتها والى اخره. شدوا المعلومات، عطاهم العنوان، مشاو توجهوا مباشره، جابوا ساره وصاحبتها اللي كان يعني باين فيهم الخوف، ولكن الخوف ديالهم ما غادي ينفعهمش دابا الا كانوا دايرين شي حاجه. بطبيعه الحال الخوف ديالهم خلى البوليس كيشكوا فيهم اكثر، وزيروا معاهم في التحقيق مزيان باش يعرفوا الحيثيات ديال القضيه. من بعد حوالي ساعه ديال الاسئله من طرف المحققين او من طرف الشرطه القضائيه، قدروا يوصلوا للحقيقه اشنو اللي وقع بالضبط. ساره وصاحبتها خططوا بيناتهم، هادشي ديال التشيطين ديال المراهقه الله يهدي الجميع، خططوا مع بعضهم من البدايه باش يتقربوا من خالد عن طريق عماد. ولكن ملي شافوا عماد يعني ما مهتمش، ما مسوقش وما على بالوش، قررت صاحبتها باش تقول ليه بالمشاعر ديال ساره يعني في اتجاه ديالو. ولكن ملي تجاهلها وبغى يعني يقدر يعني كيف كيقولوا ما يفرشهم، غيقول لهم راه فلانه بغات تهضر معايا وانا الى اخره. هادشي ديال الدراري راكم فاهمين هذا الموضوع هذا، ويقدر يقلب عليهم الطبله. صيفطوا ميساج لعماد صاحبه، حاولوا تركزوا معايا الله يخليكم، ما بين عماد خالد يعني هي باش ما يتلف ليكمش يعني الخيط واضح. صيفطوا ميساج لعماد فيه بلا راه خالد هضر مع ساره وقال ليها بلا راه كتعجبيني وشيء من هذا القبيل. هنا عماد طلع ليه الدم وبلا ما يستفسر، هي هذيك فاش مشى عند صاحبه ويجبد فيه ودفعو حتى طاح داك الطيحه
اللي جاتو بلاصه ماشي هو هذاك، قداموا الامانه امانته. هاد الاقوال هذه واجهوا بها الشرطه عماد اللي كان في حاله انهيار وكان حزين بزاف على صاحبه، وبكى ملي عرف الحقيقه. قتل صاحبه بسبب الخوان الخاوي، بسبب مراهقه خاويه، بسبب الشياطين. من بعد ما البوليس اتخذوا جميع الاجراءات القانونيه اللازمه، تم الاحاله ديال عماد وساره وصاحبتها للقضاء. عماد يعني التهمه ديالو كانت هي القتل غير العمد، يعني القتل دون نيه احداثه، وهما بجوج يعني البنات بتهمه التحريض بطريقه غير مباشره. خدا القانون المجرى ديالو بناء على اقوال الشهود والنتيجه ديال التشريح الطبي. تم يعني الاعتراف الكامل في المسطره، الاعتراف ديال المتهم، تحكم عليه من بعد طلع وهبط 15 سنه ديال الحبس. 15 سنه ديال الحبس، تصوروا معايا. اما بالنسبه للبنات تحكم على الشويطينه ب4 سنوات، وصارت تحكم عليها ب2 لانهم كانوا عارفين انهم دايرين البلبانه، واخا ما كانوش ناويين توصل فين وصلت، وانما كانوا كيخططوا بيناتهم بهذه الطريقه الشيطانيه.